لقب اللي انت لقب إيه بجد والله اللي انت بتطالب ان يتسحب من الزمالك. ما تخلونا ساكتين. انا كان بجد يعني خلونا نسكت عشان يعني افضل للكل والله ان احنا نسكت يا جماعه. ده السنغال، يعني لو انت عايز بقى نتكلم بقى وتتكلم بالحق، ده السنغال خرجوا من الملعب ربع ساعه. ربع ساعه السنغال خرجت من الملعب اعتراضا على ضربه الجزاء، اتسحب منهم اللقب. انا اعرف فريق ما راحش الماتش اصلا وكافئوه ادوا له البطوله. اعرف فريق كده. والله بجد يعني ارجوك خلونا فعلا ساكتين. يعني الفيديو اللي انتوا شفتوه ده المذيعه على قناه نادي الزمالك، انا مش هقول اسمها لان هي لا تستحق ان انا اصلا اقول اسمها، واحنا في عياد بقى كل سنه وانتم طيبين، طالعه بترمي على النادي الاهلي وبتقول لقب ايه اللي انتوا عايزين تسحبوه. اتكلم على لقب السوبر الافريقي اللي المفروض الزمالك كان انسحب فيه. بتقول لك بما ان السنغال يعني خرجت ربع ساعه فاتسحب من اللقب. انا بعرف فريق خرج ما جاش اصلا المباراه، انا بعرف فريق اصلا ما جاش المباراه. تدليس بكل ما تعنيه الكلمه. طب ما نيجي نرجع كده، ما تيجي نرجع ونتكلم هو ليه اصلا الاهلي ما راحش المباراه دي. اولا المباراه دي كانت مباراه المفروض ان هي مباراه من ضمن المراحل الفاصله في عمر الدوري. يعني مباراه النتيجه بتاعتها هتحدد بنسبه كبيره مين اللي ممكن يبقى بطل الدوري. طيب دي حاجه تانية. المفروض ان انا دلوقتي طالب حكام اجانب، المفروض ان انا كنادي اهلي طالب حكام اجانب، لان دي مباراتي، او حتى لو ما كانتش مباراتي لكن انا طالب حكام اجانب. الحكام بالمناسبه اللي انتوا طول الوقت كزملكاويه عايشين في المؤامره ودايما بتشتكوا منهم ودايما بتقولوا الاهلي بيستفيد من التحكيم المصري. طب بالعقل برضه وبنفس المنطق اللي انتوا بتتكلموا فيه، لو الاهلي بيستفيد من التحكيم المصري هيجي قدامك انت، وهو المفروض يعني بيستفيد على حد كلامك، هيجي في مباراتك انت او مباراه بيراميدز ويطلب حكام اجانب، في حين ان انت في نفس الوقت اتمسكت بالحكم المصري اللي انت طول الوقت بتشتكي منه. هل ده كلام منطقي؟ هل ده كلام يدخل العقل؟ ولكن الناس دي عارفين ان هم بيتكلموا وفي ناس هتمشي وراهم من غير ما يراجعوا وراهم. يعني هم عارفين ان هم هيتكلموا وفي ناس خلاص الناس دي ماشيه في نفس الطريق وفي نفس السكه بقى من غير ما يراجعوا ومن غير ما يعرفوا اذا كان الكلام ده صح ولا مش صح. فالناس دي بجد ربنا يعينها، الناس دي بجد ربنا يعينهم على حالهم. ولما الاهلي في الاخر فضلوا يماطلوا معاه ويمطوحوا فيه وفي حكام اجانب ولا ده في حكام عرب ولا مش عارف ايه، وفي الاخر المسرحيه كانت مسرحيه 100 100 زي ما بيقولوا، مسرحيه فعلا 100 100. فريق دخل ارض الملعب، فريق ما جاش اعتراضا على ان هو كان طالب تحكيم، احتراما بقى للنزاهه ليا وليك، النزاهه اللي انت اصلا مش بتدور عليها، النزاهه اللي انت دايما بتشكك في الحكام المصريين، ورغما عن ذلك قلت لا انا عايز الحكام المصريين عشان الحكام دول حلوين وبسكر وبسمسم. فادي حته بس ايه من المظلوميه اللي